اليوم البرسا قدم مباراة كبيرة، ممكن أفضل مباراة من ناحية اليوم، خصوصا من الناحية الدفاعية، لأنه اليوم لعب 90 دقيقة. البرسا كان صامت، ما ارتكبش أخطاء في الدفاع، وأنا نقول لازم نحيي المدرب كومان. اليوم التغيير اللي عمله تغيير كبير، أنه لعب ب 3-5-2 أعطانا نجاحات كبيرة. أولا من الناحية الدفاعية ما شاهدناش أخطاء دفاعية، الخمسة لاعبين في وسط الميدان قدموا مستوى كبير، لأنه يعني اليوم استرجعوا الكرة بسرعة، فكوا الكرة بسرعة، يضغطوا على الفريق المنافس في المناطق نتاعو، معاهم ديمبلي وميسي. اعتقد أن ديست وألبا لما تعطيهم حرية أكثر ويلقاو التغطية يقدموا حلول أفضل من الناحية الهجومية. اليوم ديمبلي قدم مباراة كبيرة، اليوم عنده مساحات كبيرة، أعطاه حرية كبيرة باش يتحرك في المساحات الكل كراس حربة، وكان سريع جدا وأغلق الدفاع وسهل مأمورية ميسي في التمرير، وأحسن دليل الهدف الأول. اليوم نقدر نقولوا أنه بوسكيتس وديونغ ومعهم بيدري قبل ما يخرج قدم مباراة كبيرة، لأنه اليوم لقاو مساندة كبيرة من لاعبين أطراف ديست ولاعب ألبا. أعتقد أنه لازم يكمل المدرب الطريقة هذه، ممكن تعطي نجاحات كبيرة قادم أيام للبرسا لما يتعودوا عليها. موريبا فاجأني اللاعب هذايا، قدم مستوى جيد لما دخل. أول شخصية اللاعب هذايا، استحواذ على الكرة، التمريرة نتاعو في الهدف لميسي، وما شاء الله بدنيا قوي اللاعب هذا، لازم يكمل معه. إن شاء الله نشاهدوا البرسا في الأسابيع القادمة بالطريقة هذه، واعتقد نجاح كبير في المباراة هذه للمدرب كومان.